مفيش حاجه اسمها ماركتنج از هول. الزمن ده خلاص، الماركتير اللي بيلعب كل حاجه ده ما بقاش موجود دلوقتي. التخصص دلوقتي هو السائد، بما ان الفروع بقت كتيره والتولز بقت مختلفه والاوبجكتيف بتاع كل فانكشن از فيري ديفرنت عن التاني. اهلا بيكم في حلقه جديده من لونش بريك. احنا النهارده بنصور مع احمد عثمان رئيس القطاع التجاري في شركه ماني فيلز. هيكلمنا اكتر عن الماركتينج، هيكلمنا اكتر عن دور الماركتينج جوه ماني فيلز. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك يا فادي، اخبارك ايه؟ كله حلو الحمد لله. احكي لي اكتر عن واحد من اكتر المجالات اللي الناس بتسال عنها هو الماركتينج، التسويق. فاحكي لي ايه هو الماركتينج او التسويق. طيب خليني الاول اقول لك ايه مش الماركتينج. في مسكونسبشن عند الناس كلها ان الماركتينج ده عباره عن اعلانات. هو الاعلانات ده جزء صغير قوي من الماركتينج. الماركتينج much bigger than this، او اكبر بكتير من كده. انا دايما بحب اديفاين الماركتينج او اعرف الماركتينج از ان هو demand generation، او ان انا اخلق الطلب عند العميل. حلو. فالماركتينج is all about generating demand للشركه او للخدمه او للبرودكت اللي انت بتبيعيه. حلو جدا. ده in a very يعني summarized point. ايه هو الماركتينج؟ ان انا اخلق النيد دي وابتدي ابوزيشن نفسي او احط المنتج بتاعي عند العميل ان هو محتاج المنتج ده. ويمكن دي من اكتر الحاجات اللي بتفرق الماركتينج عن السيلز. انا كنت لسه هسألك هو ايه الفرق بين الماركتينج والسيلز، لانه على طول بيبقى فيه في الشارع المصري او ناس كتير لسه بتشتغل جديد بيبقى عندهم زي confused او مش عارفين يفرقوا ما بينهم. بالظبط، هو زي ما بقول لك الماركتينج از to generate demand او تخلقي طلب على السلعه بتاعتك. السيلز ده بيحقق الطلب دوت او بيوصل الطلب ده للعميل. فده يمكن ده المين ديفرنس ما بين الماركتينج والسيلز. تمام جدا. طيب انا عايزه اعرف منك ايه هو اصلا المجالات اللي تحت كلمه ماركتينج. بصي، الماركتينج اتغير كتير قوي في الفتره اللي فاتت، سنه عن سنه بيتطور وبيتقدم. زمان كان عندنا حاجه اسمها تراديشنال ماركتينج، وده كان بيزيكلي بيتلخص في الاعلانات، وكان بيتلخص في او بمعنى اصح بيعتمد على نوع المنتج اللي بتقدميه. فلو احنا بنتكلم مثلا على منتج من المنتجات اللي هي بنسميها FMCGs او Fast Moving Consumer Goods، بيبقى عندك البراند مانجمنت، بيبقى عندك التريد ماركتنج، بيبقى عندك الPR، بيبقى عندك ده مينلي يعني تقريبا. لكن الماركتنج اتطور شويه، بقى عندك حاجات كتير قوي. بقى عندك براند مانجمنت، وده بيزيكلي الجزء اللي مسؤول عن العلامه التجاريه وازاي ان العلامه التجاريه دي از بوزيشند او از متشافه عند الناس. البراند ده بيتكلم بانهي تون اوف فويس، هل البراند ده فريندلي، هل البراند ده سمارت، هل البراند دوت تراست ووردي، الطريقه اللي البراند بيتكلم بيها. تمام. فده البراند. في عندك الحاجه الجديده او اللي بقى لها فتره sometimes people call it digital marketing. I prefer to call it performance marketing, which is ده الجزء من الماركتنج اللي مختص بان هو يعمل، خلينا نسميها لسهوله المعلومه، الديجيتال ادز. بس ليه اسمها performance marketing؟ لان دي بتقيس الROI بتاعها is very straightforward. انت صرفتي $، لقيتي يوزر. صرفتي، علشان نوضح برضو حته الادز دي، الادز هنا الاعلانات المموله. مظبوط. اللي ممكن حد يعملها عن طريق صفحته على الفيسبوك او على انستجرام او ايا كانت مجال السوشيال ميديا اللي هو بيعمل عليه اعلانات، ويقدر من خلالها يوصل للعميل بتاعه. صح كده؟ مظبوط. عندك الكونتنت ماركتنج، ان هو ازاي ان انا باستخدام الكونتنت او بالكونتنت جنريشن اقدر اوصل المسج بتاعتي، سواء الكونتنت ده از يوزر جنريتد كونتنت او كونتنت بروديوسد باي البراند دوت، او ان انا الكونتنت ده از ان كولابوريشن مع حد من الانفلونسرز او حد من الكي فيجرز. فده برضو فرع جديد في الماركتنج. عندك لو بنتكلم على حاجه برودكت في السوق زي التريد ماركتنج، عندك الادفيرتايزنج از جزء من الماركتنج. عندك حاليا اللي احنا بنسميه اللايف سايكل مانجمنت او الماركتنج اوتوميشن، اللي هو بيزيكلي حاجات زي الCRM او ان انا ازاي اخد العميل في رحله من ساعه ما يبقى عميل عندي لحد مرورا بان هو يبقى عميل اكتف، عميل لويال،
عميل ده بعد ما يخلص السيرفيس بتاعته يرجع لي تاني يبتدي يبروموت مي عند معارفه واصدقائه. فده برضو اللي هو اللايف سايكل مانجمنت. عندك الديزاينز او الارت عامه تخش كتير قوي في حاجات الماركتنج. فالماركتنج عامه فيه فروع كتيره قوي، والفروع دي بتختلف من شركه لشركه ومن منتج لمنتج. هنا اول ما ابتديت تتكلم بقى على بالي سؤال، ايه هي البوزيشنز اللي ممكن تروح تحت انو سيكتور؟ يعني النهارده مثلا دارج قوي تايتلز كتير قوي، سوشيال ميديا سبيشالست، بي ار، كونتنت كرييتور. كل بوزيشن من دول او بوزيشنز شبه دول ممكن تبقى بتشتغل تحت انو سيكتور. لو هنقول البراند، فالبراند دي فيها بوزيشنز من اول براند سبيشالست، براند مانجر، سينيور براند مانجر، ماركتنج مانجر، هيد اوف براند، على حسب طبعا الاكسبيرينس بتاعت الشخص يعني. ولو بصينا على الكونتنت كرييترز او الكونتنت ماركتنج، انت عندك من اول كونتنت كرييتر، كونتنت بروديوسر، كونتنت ليد، وهكذا، حد يكون بيعرف يعمل كونتنت يعني. عندنا عندك البرفورمانس ماركتنج او اللايف سايكل مانجمنت ماركتنج، اللي انا بحب دايما ادمجه البرفورمانس مع السي ار ام، لان هما انا بعتبرها فانل واحد او يوزر فانل واحد. اليوزر من ساعه ما بيو اكواير ام على الديجيتال شانلز لحد ما يبقى لويال يوزرز. فبرضو اجان عندك بتبتدي من اول سينيور ماركتنج او ماركتنج سي ار ام اكزيكتيف او سبيشالست. وفي حاجه كمان انا برضو نسيت اقولها لك، اللي هي الجروث ماركتنج، وده اتس ذا باز وورد دلوقتي في الماركتنج فيلد، اللي هو ازاي اعمل جروث عن طريق ان انا اقعد اعمل تجارب واكسبيرمنتس واعمل حاجات لو كوست بس يكون الامباكت بتاعها عالي جدا. وعندك البي ار. البي ار تحت ايه بالظبط يعني؟ هو فرع لوحده في الماركتنج. كل ما الشركه بتكبر وكل ما الشركه الريسورسز بتاعتها بتكبر، كل ما بيبتدي يبقى فيه اختصاصات اصغر، تبتدي تكسري بقى الشغلانه. طب برضو علشان ممكن اللي بيسمعنا ما يبقاش عارف يعني ايه بي ار، او المصطلحات اللي احنا قلناها دي تكون دارجه لبعض الناس وبعض الناس لا. البي ار اللي هو البابليك ريليشنز او العلاقات العامه، اللي هو مينلي المقالات، الصحف، الايفنتات، لو بنعمل مثلا كولابوريشن مع براند تاني، لو بنمضي حاجه مع حكومه، لو بننزل خبر جديد، لو عايزين نعمل اناونسمنت معينه. مينلي المقالات دي ممكن تكون في حاجات اوف لاين او مطبوعه، او تكون في حاجات ديجيتال. هو وظيفته ان هو يتواصل مع الصحف والمجلات بالظبط. عندك تخصصات، عندك من اول المانجمنت للكتابه نفسها، حد يكون عنده سنس الصحفي يعني اللي هو يقدر يكتب مقال، او ان حد يقدر يكون بيمانج الاكونت دوت، فبيقدر يحط المعلومه بس بيخلي حد تاني يكتبها له. واختيار انهي صحف او انهي ويب سايتس هينزل عليها الخبر، كل ده تاني بيبقى نابع من الرساله دي عايزين نوصلها لمين وامتى وازاي. طب انا هرجع تاني للسؤال اللي بدأنا بيه حلقتنا في الاول، ازاي ممكن حد لسه متخرج او ما اشتغلش ماركتنج قبل كده يبدأ في مجال الماركتنج؟ بصي البدايات كتيره وهي بتختلف من شخصيه لشخصيه، هي مفيش بدايه واحده صح. بس انا شخصيا بتوقع ان الماركتنج كمان بيوند ان هو مجال اسمه مجال التسويق، هو مجال البيزنس عامه. فانت the more او the bigger your exposure is، كل ما تتعرضي لحاجات اكتر، كل ما تبتدي تجيني experience اكتر، وتبتدي تبلدي what we call business acumen. business acumen يعني ايه؟ يعني انت عندك من العلم في different مجالات في البيزنس اللي انت شغاله فيه، فتبتدي تبقي مؤهله ان انت تليدي الشركه اللي انت فيها دي. مثلا لو هتكلم مثلا على الاكسبيرينس بتاعتي، انا ابتديت الماركتنج من 2005. اول شغلانه انا اشتغلتها في الماركتنج كانت حاجه اسمها ماركت ريسيرش. ماركت ريسيرش يعني ايه؟ يعني الابحاث التسويقيه. وده السيجمنت اللي في الماركت او السكشن اللي في الماركت اللي بيخليكي تفهمي الكونسيومر او الاند يوزر، الشخص المتلقي الخدمه، العميل. بالظبط. باختلاف المنتجات وباختلاف الخدمات اللي انت بتقدميها، انت دورك في الماركت ريسيرش او في الابحاث التسويقيه ان انت تشوفي العميل ده محتاج ايه، عايز ايه، بيحب ايه، بياخد معلوماته منين، بيتفرج على انهي قنوات، بيفضل الشوكولاته دي ولا الشوكولاته دي، بيفضل الباكجينج ده ولا الباكجينج ده، بيفضل يدفع السيرفيس بالطريقه دي ولا يدفع السيرفيس بالطريقه دي. ده من خلال ان انت تشتغلي في ايجنسي او وكاله بتعمل ابحاث تسويقيه،
بتبقى عندها ال الشركات اللي بتشتغل معاها او البراندز اللي بتشتغل معاها، وكل براند بيبقى ليه اوبجيكتيف معين. فيجي مثلا براند شوكولاتات عايز يعرف العميل بياخد معلوماته عن الشوكولاته منين، هل العروض والخصومات اللي بيلاقيها على الشلف بتفرق معاه ولا لا، هل لما بيلاقي في عرض على الشوكولاتايه دي بيروح يغير البراند اللي هو متعود عليه عشان ياخد الشوكولاتايه دي ولا لا. فيبتدي نفهم العميل نفسه بيفكر ازاي. طيب دي كانت بداية كويسة ليك، بس أنا سؤالي يمكن رايح ناحية إيه؟ لو في حد النهاردة هو لسه مش عارف أوي يبدأ منين، البدايات المتاحة كلها ممكن تكون مش واضحة، أو لو كان ليه متاح أكتر من بداية، إيه أكتر حاجة تنصحه إنه يبدأ من عندها؟ يجهز حتى نفسه إزاي قبل حتى ما يروح يدور على شغل؟ بصي هقول لك انا رايي انه مفيش صح وغلط، هي بتختلف من شخصيه لشخصيه. يعني مثلا لو اخذنا جزء البرفورمانس ماركتنج، performance marketing is very analysis related، محتاج ابقى بفهم ارقام، ببص على ترندز، بشوف ايه صرفت هنا كام، طلع لي كام، conversion rate قد ايه. حد comfortable with numbers. ممكن يكون الحد بتاع البراند لا، هو بيحب يتفرج على الاعلانات، يشوف التصوير هنا عمل ازاي، الكي مسج واز ديليفرد ازاي، البراند دوت بيكوميونيكيت بانهي تون اوف فويس. فهو مش الانترست بتاعه الاناليسيز والترندز والارقام. ممكن حد تاني يكون بيحب الكتابه، ممكن حد تاني يكون بيحب ان هو يديزاين. فهو الموضوع معتمد بشكل او باخر على السيكتور او المجال اللي هو رايح يشتغل فيه جوه الماركتنج. بالظبط. يروح يدور الناس بتعمل ايه في يومها الطبيعي، يعني ويبقى جزء من ديفينتلي. اول حاجه محتاج يقرا عن ايه هي الفانكشنز اللي جوه الماركتنج. في فانكشنز كتيره. برايسنج از بارت اوف ماركتنج، ودي فانكشن كبيره، ان ازاي برايس، ازاي احط البرايس بتاع الحاجه بتاعتي، ازاي احط البرايس بتاع المنتج ده. طب انا لو حطيت البرايس بتاع المنتج ده الكومبيتيشن بتاعي هيبقى احسن مني ولا انا هبقى احسن من الكومبيتيشن؟ طب انا لو غليت جزء من السيرفيس بتاعتي، هل الجزء اللي انا غليته ده هياكل من حته تانية ولا لا؟ فده برضو يعني اتس ا سكشن جوه الماركت او اتس ا فانكشن جوه الماركتنج. فاهمه. فانا قصدي في الاخر مفيش حاجه اسمها ماركتنج از هول. الزمن ده خلاص، الماركتير اللي بيلعب كل حاجه ده ما بقاش موجود دلوقتي. التخصص دلوقتي هو السائد، بما ان الفروع بقت كتيره والتولز بقت مختلفه والاوبجكتيف بتاع كل فانكشن از فيري ديفرنت عن التاني. طب لو رحنا اكتر ناحيه الصفات اللي بيتم اختيار الماركتير على اساسها، يعني في شركات كتير بيبقى مهم قوي للتيم انه يتكون من صفات معينه. ناس تبقى بتشتغل على نفسها، ناس بتذاكر كتير، بتقرا كتير، بتدور كتير، وفي صفات تانية مهمه. انا عايزه اعرف منك في التيم وانت بتختار اي حد عشان تقول ده هيبقى ماركتير معايا، ايه مهم تشوف فيه انواع صفات؟ انا شخصيا، ودي برضو يمكن تكون حاجه جينيريك شويه مش مخصوصه للماركتنج بس انا بحب الشخص اللي قدامي ده يكون بروبلم سولفر. يعني هو حد بيعرف يحل المشاكل، بيعرف يحل المشكله، شايف المشكله دي انه اليوزر مش واصله له المسج بتاعت البراند فيقدر يوصلها له بطريقه سهله. الاعلان ده مش شغال فيقدر يغير الطريقه اللي بنعلن بيها. الديزاين ده مش شغال او البرودكت ده ما بيبيعش، طب ايه اللي نعمله؟ يعني قصدي حد يكون مش بيسلم بالامر الواقع وبياخد المشكله يحاول يكسرها ويبتدي يطلع لها بحلول. مش بنتكلم هنا على الكرياتيفيتي ان ترمز اوف ان هو يبقى كرياتيف از ا تالنت. كرياتيفيتي ان ثينكينج، ازاي يبقى عنده كرياتيفيتي ان ثينكينج ان هو يحاول يكسر المشكله اللي قدامه ويطلع لها بحلول. For me this is one of the main criteria a good marketer should have. ايه تاني ممكن يكون صفات تانية بتعتبرها يكون someone who is يعني حد updated، دايما ابديتد، دايما بيقرا عن الحاجات الجديده، دايما متابع الترندز، دايما بيشوف الدنيا فيها ايه جديد، ايه الجديد في الديجيتال ماركتنج، ايه الجديد في البراندز، ايه الجديد في الديزاينز، ايه التولز، ايه النهارده الناس كلها حتى ايفن الكونتنت كريتورز دلوقتي بقوا بيستخدموا الاي اي عشان خاطر يكريتوا كونتنت. الديزاينرز بيستخدموا اي اي عشان يكريتوا ديزاينز. فانا قصدي حد لازم يكون اوت ديتد لانه الدنيا بتتغير والاودينس نفسه او اليوزر بتاعك بيتغير. الشباب دلوقتي ار اكسبوزد، شايفين براندز they are bombarded by اعلانات من كل حته وbombarded باوفرز من كل حته. فانت ازاي تبقي عندك القدره ان انت توصلي لهم من ضمن الالاف البراندز اللي بتعلن لهم؟ فحد يكون عنده الكرياتيفيتي في الحته ديت. طب
كلاما على الكرياتيفيتي دايما بيبقى فيه صورة يعني منتشرة عند الناس اللي لسه متخرجة ان الشخص اللي هيشتغل في الماركتينج هو حد كرياتيف. ومعنى كلمة كرياتيف اللي انا اقصدها ان هو افكاره بره الصندوق، افكاره محدش فكر فيها قبل كده. وناس ممكن تستبعد انها تشتغل في الماركتينج او يبقى حاسس نفسه مش جاهز يشتغل في الماركتينج علشان الصورة دي شايف نفسه مش جوه الفريم ده. ايه معنى الكرياتيفيتي في الماركتينج، او اللي بتدوروا عليه كرياتيف ده شكله عامل ازاي؟ انا شخصيا بعتقد انه يعني هاخد من كلمتك يفكر بره الصندوق، هي دي حاجه هو يقدر يتشالنج فيها نفسه. هو النهارده اي حد تاني، انا مش بتكلم على الكرياتيفيتي اللي هي مبنيه او اللي هي جاد جيفن، اللي هي انت كرياتيف بتعرف ترسم، انا مش بتكلم على كده، او انت كرياتيف بتعرف تمثل، مش بتكلم على حاجه، بتكلم على كرياتيفيتي ان ثينكينج. انت ازاي تبقى كرياتيف في تفكيرك، مش كرياتيف از تالنت. فكر بره الصندوق ازاي؟ هتعرف تفكر بره الصندوق ازاي الا لو انت مطلع او ان انت اكسبوزد لافكار كتيره واكزامبلز كتيره وكيس ستاديز كتيره، وقريت عن البراند دوت لما عمل كده، والبراند ده لما عمل كده، ولما اليوزر دوت كانوا بيرياكت بالطريقه ديت فالبراند عمل له كذا. يعني لازم تكون ملم بالتعلم. بالظبط، تكون ملم باللي بيحصل حواليك في السوق، تكون ملم بالكومبيتيشن، تكون ملم باخر ترندز في السوق، تكون ملم باذر براندز بتعمل ايه جوه بلدك وبره بلدك، عشان تبتدي تكتسب المهاره ان انت تقدر تفكر بره الصندوق وتستعين بطريقه بحل اتعمل بالطريقه ديت، تقرا قصه شركه نجحت بالطريقه ديت، تقرا قصه براند كان عنده المشكله ديت فغير حاجه صغيره قوي في الفورمولا بتاعته فنجح، براند كان الناس مش وصل لهم الكي مسج بتاعته فلما اتكلم بالطريقه دي الناس وصل لها الكي مسج بتاعته. فهي مفيش حد ما يقدرش ما يشتغلش في الماركتنج. النهارده انت رئيس القطاع التجاري في شركه ماني فيلوز، عايز اعرف منك ايه اللي عديت عليه كمراحل مختلفه في البوزيشنز المختلفه علشان تقدر توصل لبوزيشن هو النهارده فوق الماركتنج، او يعني مسؤول عن الماركتنج، مسؤول عن السيلز جوه الشركه. انا رحلتي في الماركتنج كانت غريبه شويه، انا اصلا ما درستش ماركتنج. اوكي. انا اصلا متخرج من بوليتيكال ساينس. اوكي، اقتصاد وعلوم سياسيه. او يعني بمعنى اصح هي كانت اسمها بوليتيكال ايكونومي او اقتصاد سياسي. تمام. بس فانا اول ما اتخرجت ما كنتش عارف ان انا هشتغل في الماركتنج، بس انا كنت طول عمري بحب الاعلانات والماركتنج والجو دوت، بس ما كانش في دماغي. وكنت ناوي بقى اقدم في الخارجيه وبتاع وحاجات كده، بس تبقى سفير بقى. بس ما حاولتش الصراحه يعني. فكأي شاب اول ما اتخرجت بقدم في كل الشركات اللي بتيجي قدامي. اوكي. اي شركه بتيجي قدامي بقدم فيها. الكلام ده كان في 2005. قدمت في شركه نيلسون. one of the companies اللي بقولك عليها بتاعت الماركت ريسيرش، one of the biggest companies in the world في المجال بتاع الابحاث التسويقيه. هي واحده من اكبر الشركات في حته الابحاث، بس ما بتعملش اي حاجه ثانيه غير الابحاث. هي بتعمل ابحاث تسويقيه، وابحاث تسويقيه ده بحر. يعني الماركتنج ريسيرش ده في كواليتيتيف وكوانتيتيف، وفي برودكت تيست ويوسج اند اتيتيودز وسيجمنتيشن وبروفايلنج وبنتريشن، يعني مليان حاجات. فهي نيلسون is one of the biggest companies في مجال الماركت ريسيرش. قدمت في الشركه عادي، هي جت قدامي كده فقدمت فيها. المهم بعتوا لي قالوا لي تعالى اعمل كيس ستادي. فرحت عملت كيس ستادي، وكان امتحان يعني. كيس ستادي دي اللي هي بيجيبوا لك زي بيدوا لك شويه معلومات عن السوق. يقول لك في مثلا براند ايه عنده بيبيع ثلاجات، وبراند بي بيبيع ثلاجات بس من نوع تاني، ومش عارف براند ايه الثلاجات بتاعته السيلز بتاعتها قلت، فبراند بي عمل ايه. يعني كأن هي من الاخر خالص مشكله ما بالظبط، وعايزك تحلها علشان يعرف يقيس ادائك في التعامل مع المشاكل المشابهه. بالظبط كده. فانا رحت وقعدت، انا فاكر بقى قعدت اكتب حاجات وبتاع، وبعدين خلاص يعني مشيت، ولقيتهم كلموني مثلا بعدها باسبوع. قالوا لي تعالى عايزين نعمل معاك انترفيو يعني بعد الكيس ستادي. فقلت لهم تمام. فرحت الست اللي كانت الكونتري مانجر وقتها قعدت تسالني بقى اسئله طبيعيه، انت شايف في نفسك ايه، خلينا نشغلك، الكلام اللي هو الطبيعي ده. فكل ما اقول لها حاجه تقول لي ما كل الناس كده. اقول لها انا هارد وركر تقول لي ما كل الناس كده. اقول لها انا تيم بلاير بقى وانا لسه صغير بقى لسه متخرج يعني. فقلت لها خلاص انا مش شايف نفسي حاجه تخليكم تشغلوني اشتغل معاك بصراحه يعني.
المهم من هنا لهنا الكلام جاب بعضه. عرفت ان انا اللي عملته في الكيس ستادي it was one of the best اللي دخلت الشركه. يعني I did a very good case study، وكنت بقى عامل يعني زي بلان او استراتيجي وبتاع مش عارف ايه. المهم فاشتغلت اتقبلت بس. ومن هنا بقى ابتدت اشتغلت في نيلسون سنتين as a research executive. بعد كده سافرت دبي، اشتغلت في شركه برضو بتاعت ماركت ريسيرش اسمها TNS بس في دبي. وبعد كده الكلام ده كان في 2008 تقريبا. بعد كده جيت على نسلة مصر، اشتغلت في جزء الريسيرش بس من ناحيه الكلاينت مش الايجنسي. بقى بقيت انا اللي ماسك الريسيرش في نسلة. and then بعد كده حسيت ان انا يعني عايزه اكسبلور بقى حاجه غير الاف ام سي جيز او حاجه غير الاكل والشرب. عايزه اكسبلور حاجه تكنولوجي ريليتد اكتر لان انا اصلا بحب التكنولوجي. فساعتها اي موف تو اورنج. كانت ساعتها لسه موبينيل ما كانتش. يا موبينيل ده انت في اخر التسعينات مثلا يعني لا كنا 2009 لا ده ما يعتبرش بعيد، مش بعيد قوي. فاي جويند موبينيل. اول ما اي جويند موبينيل كنت اي جويند في الماركتنج في تيم اسمه البرايسنج، اللي هو بيحط الاستراتيجي بتاعت ازاي اسعر الدقيقه وازاي اسعر الميجا بايت وازاي اسعر ولو عملت العرض الفلاني ده هيجيب لي كام عميل، ولو عملت العرض التاني ده هيجيب لي كام عميل. وقعدت تقريبا في القصه ديت شويه. بعد كده كان في انترنال اوبننج فاي موفد، رحت مسكت الخدمه او السيرفيس اللي هي الموبايل انترنت. كان لسه بقى الموبايل انترنت ده لسه طالع حاجه جديده في مصر. كان ايام ما كان اول ما كانت 3 جي باين، اول ما 3 جي ده لونشت بقى. قبل ال 4 جي وقبل الكلام ده كله. كان حلم حلم والله. فابتديت انا بقى انا مسؤول عن السيرفيس بتاعه ال 3 جي او السيرفيس بتاعه الموبايل انترنت في اورنج. هي كانت ساعتها لسه موبينيل. ايوه صح. وابتديت بقى الشخص اللي بيبقى مسؤول على سيرفيس في الاوبريتور او في التليكوم اوبريتور بيسموه بزنس اونر او ماركت ديفلوبر. يعني انت كشخص بتقون البيزنس دوت من اول بقى المبيعات بتاعت البيزنس دوت، البروفيتابيلتي بتاعت البيزنس دوت، ايه العروض اللي هتعملها، ايه نوع الاعلانات اللي انت هتنزله، طب هتبيع دي بكام، طب هتعمل عليها ايه، طب هتخلي الباقه شكلها ايه، الكلام ده كله. فابتديت اشتغل بقى في القصه ديت. وبعدين جه بقى الدنيا كبرت والفور جي نازل ولونشنا الفور جي والدنيا كبرت وحصل بقى ريبراندنج من موبينيل لاورنج. عندنا بعد كده في 2018 تقريبا، من 2009 تقريبا ل 2018 انت لسه في اورنج. قعدت في اورنج بس عمال بقى اكبر بقى. يعني ابتديت الاول ببرايسنج سبيشالست، بعد كده بقيت موبايل انترنت، بعد كده بقيت موبايل برود باند اللي هو بقى ماسك الموبايل انترنت والموبايل برود باند. البرود باند ده اللي هو كان اليو اس بي مودم. فاكره اليو اس بي مودم اللي بتحط في جنرالي كنت ماسك الانترنت سيرفيس كلها يعني في الماركتنج يعني. بعد كده بعد اورنج بقى في 2018 اي ديسايدد ان انا محتاج اسيب الكوربريتس واكسبلور الستارت ابس. حلو. كان في بقى ساعتها لسه الستارت ابس بقى هوجة الستارت ابس. فاي جويند طلبات، كانت ساعتها لسه اطلب. اوكي. انا كل ما اروح شركه تعمل لها ريبراندنج. حلو. بيتعمل لها ريبراندنج وبتبقى اكبر. فرحت اطلب. يعني هو كان التايتل مختلف شويه، كان هيد اوف partnerships CRM and growth. اوكي. فكان معايا البارتنرشيب which is by the way one of the functions in marketing as well اللي هي الشراكات مع البراندز الثانيه. CRM اللي انا شرحته لكم، وجروث اللي هو ازاي تكبر او تعظم الكاستمر بيز بتاع الشركه، الريفينيوز بتاعت الشركه، البروفيتابيلتي بتاعت الشركه وهكذا. قعدت في طلبات حوالي سنتين and then بقى I joined Money Fellows في جولاي 2020. اشمعنى Money Fellows؟ بصي انا بالنسبه لي بحب اكسبلور الحاجات الجديده. وبعدين لما اتكلمت مع احمد وادي السي او بتاع Money Fellows او الفاوندر بتاع Money Fellows، الفكره عجبتني جدا. الفinTech كمان او الفاينانشال تكنولوجي عامه is booming. الفكره مع ان هي قد تبدو ان هي مش جديده بس هي فكره عبقريه. وعبقريه الشركه في العبقريه يعني ان اللي ماني فيلوز عاملاها ان هي الفكره موجوده من الاف السنين بس ما حدش كان عارف يعملها ديجيتال.
لو حد مش فاهم ايه هو فكره ماني فيلز ممكن تشرح لنا؟ طبعا. ماني فيلوز ببساطه اخدنا كونسبت اللي الجمعية. بقاله سنين، مئات السنين، معروف عند المصريين وغير المصريين، اللي هو الجمعيه. وبصينا ايه المشاكل اللي موجوده في الجمعيات التقليديه دي. منها بقى مشاكل محدوديه الشبكه الاجتماعيه، الخصوصيه، ان انت تقدري تختاري المبلغ اللي انت عايزاه في الوقت اللي انت عايزاه، ان انت مفيش حد هيقول لك لا انت المفروض عليكي تاخدي الدور الفلاني او الدور العلاني، ان انت بتشوفي على حسب امكانياتك انت عايزه تخشي جمعيه بكام عشان تقبضيها امتى، عشان انت عندك مصاريف مدرسه، ولا عندك عايزه تسافري، ولا عايزه تشتري حاجه، ولا عايزه تصلحي عربيه، ولا وات ايفر. ولا من الناحيه الثانيه مش عارف مين اللي كان عليه الدور النهارده فما جابش الفلوس. كل المشاكل بتاعت الجمعيه التقليديه دي ابلكيشن ماني فالوز بيحلها حلو جدا. بطريقه مضمونه وامنه وتحت اشراف المختبر التنظيمي للبنك المركزي. فهو اتس فيري سيف، اتس فيري كونفينينت، بثلاث اربع خطوات سهله وبسيطه تقدري تخشي الجمعيه اللي انت عايزاه، بتقبضي المبلغ اللي انت عايزاه. فالفكره عجبتني جدا وشفت البوتنشال بتاعها. يعني انا دايما لما باجي اقرر انا هروح حته او هشتغل في حته، مش ببص الحته دي دلوقتي هتبقى عامله ازاي، ببص الحته دي قدام رايحه لفين، ايه مستقبل الشركه دي، ايه مستقبل الاندستري دي. تحديدا ماني فيلز كانت بسبب موضوع المستقبل. هل انت كنت حاسس انه يعني الانفايرمنت او بيئه العمل في ماني فيلز واحده من الاسباب اللي طبعا خلتك تاخد قرار طبعا. تشتغل؟ انا جزء كبير قوي من الايفالويشن كرايتيريا بتاعتي لما باجي اختار الشركه اللي انا هشتغل فيها، بيهمني طبعا شكل الانفايرمنت عامله ازاي. طبعا ممكن حد يقول انه شكل الانفايرمنت مش هيبان من قبل ما تخش الشركه، وتشيز منطقي، بس انت بتسمع من الناس اللي انت بتتكلم معاهم، بتسال في الانترفيوهات، بتحاول توصل حتى لما بتروح تعمل الانترفيو بتشوف شكل الناس جوه الشركه عامله ازاي. هل ده مكان يور فيتنج فيه ولا لا؟ هل الناس بتتعامل مع بعض بطريقه لطيفه ولا لا؟ هل المكان ده فيه هيلثي وركينج انفايرمنت ولا لا؟ في وسط كلامك انا اللي فاهماه ماني فيلوز بتقدم خدمه، ما بتقدمش منتج. صح. الخدمه اللي بتقدمها دي اكيد طريقه الماركتنج ليها اختلفت تماما عن اي شركه تانية بتبيع منتج، خصوصا انه الهيستوري بتاعت شغلك كلها كان فيها منتجات او بتبيع، زي ما بتبيع سيرفيس بتبيع منتج الشركات دي. فازاي التولز او الطريقه اللي بيتم بيها الماركتنج بتختلف من هنا لهنا؟ لو اتفقنا على الكونسبت الاولاني ان هو ماركتنج از اباوت جنريتنج ديماند، فهو الماركتنج واحد في كل حته. خلينا نحط الكونسبت ده في دماغنا. انا النهارده مطلوب مني ايه كماركتير؟ مطلوب ان انا افهم المنتج بتاعي او الخدمه بتاعتي، السيرفيس او المنتج، هو ايه مميزاته، ايه البنفيتس، ايه الار تي بيز بتاعته، او الريزن تو بيليف، ليه الناس ممكن تشتري المنتج ده او الخدمه دي. ومطلوب مني ان انا افهم العميل بتاعي. انا لو فهمت المنتج وفهمت العميل، الطريقه واحده. هنا ممكن تلاقي حاجه مش، يعني مثلا فور اكزامبل، مثلا لو برودكت، فانت عندك البرودكت ده مثلا بيبقى موجود في محل، انت السيرفيس مش موجوده في محل، صح، بس ليها حاجات تانية. والبرودكتس انواع كتيره. ما هو النهارده الشوكولاتايه ولا معجون السنان ولا مش عارف ايه اللي بتلاقيه في السوبر ماركت، ما ده منتج، بس برضه في نفس الوقت العربيه منتج. هل طريقه التسويق واحده؟ لا طبعا. بس الكونسبتس واحده. عندي منتج فيه مميزات، عنده كي مسج، في براند، عندي عميل ليه احتياجات، عنده امكانيات، وليه طريقه وصول. الكونسبت واحد. انت بتسوقي ايه لمين، هو ده اللي بيختلف. لكن كونسبت الماركتنج اتس ذا سيم اكروس كل حاجه. وعشان كده بقول الماركتير الشاطر يقدر يشتغل في اي حته. هو مجرد ما دخل الشركه وفهم البرودكت لايف سايكل، البرودكت ده بيشتغل ازاي، بيتباع لمين، هيبتدي يفهم ويتشالنج نفسه ما دام هو عنده مبادئ الماركتنج. صح. لو عمل ماركت ريسيرش وعرف المنتج ده ايه المميزات بتاعته، ايه العيوب بتاعته، ايه التريجرز وايه الباريرز وايه اللي بيلفت نظر العميل، وايه الديسيجن ميكنج بروسيس، وايه الفانل نفسها بتاعت الديسيجن عامله ازاي، لو فهم الحاجات دي كلها هيعرف يشتغل. طيب انا هاخدك مره تانية لو حد النهارده بيحضر لانترفيوز. اوكي. ناس كتير قوي بتبقى بتقدم على بوزيشنز مختلفه في الماركتنج، تلاقيهم بيحضروا الانترفيوز ومش عارف ايه اللي المفروض يجهزه، او يعني يبقى جاهز في ايه علشان يقول انا هروح الانترفيو ده. فممكن تقول له يجهز ازاي؟ اول حاجه، اي حد بيجي له انترفيو اول حاجه لازم يعملها، لازم يعرف معلومات عن الشركه اللي هو رايح يعمل فيها انترفيو.
تمام. المعلومات دلوقتي بقت افيلبل في كل حته. هو لو فتح الانترنت وعمل مجرد جوجل سيرش على الشركه، هيطلع له الويب سايت بتاع الشركه، هيعرف لينكد ان اكونت، هيلاقي اللينكد ان اكونت، السوشيال ميديا بيجز بتاعت الشركه، الانستجرام بتاعها، الفيسبوك بتاعها، هيقدر يعرف ايه الكي مسج بتاعت الشركه، هيقدر يعرف طريقه الكوميونيكيشن بتاعت الشركه، هيعرف يوصل لطريقه الشركه دي بتوصل المعلومه بتاعتها ازاي. لازم يبقى ملم بكل المعلومات اللي تخص الشركه. المعلومات اللي هي خلاص بقت متاحه لكل الناس. فلما يروح الانترفيو يقدر يتناقش مع الشخص اللي بيعمله انترفيو في الحاجات اللي هو شافها، في الحاجات دي بتديله وزن، ان هو انت جاي وانت ما تعرفش حاجه عن الشركه، دي بتبقى غريبه. لكن لو جيت قلت لي والله ده انا لما شفت الاعلان بتاعكم عجبني قوي، بس انا ما فهمتش انتوا ليه عملتوا كده، او والله انا لما لقيتكم غيرتوا الاسعار فانا استغربت ان انتوا تحسي ان هو في الحته بتاعت التشالنجينج ديت، فيبتدي تتكلمي معاه، تبتدي تعجبي بدماغه. لكن انت تروحي وانت مش عارفه حاجه عن الشركه وخلاص انا رايح انترفيو. هو كده في كل الانترفيوز، في كل البوزيشنز، مهم جدا انه الشخص يبقى عارف عن الشركه. ايه تاني يخص الماركتنج تحديدا لازم هو يستعد له؟ تاني على حسب برضو، ما هو احنا النهارده بنتكلم على حد فريش جراد ولا على حد عنده على حد فريش جراد. طيب على حد فريش جراد لازم يبقى هو اتليست عارف هو جاي عايز يكسبلور انهي فانكشن في الماركتنج. تمام. ما ينفعش حد مثلا ما بيحبش الارقام وعايز يشتغل performance مثلا او اناليتكس او وات ايفر، ما ينفعش. او ما ينفعش حد مثلا ما بيعرفش يرسم ولا ما بيعرفش ديزاين ولا ما بيعرفش يستخدم ديزاين تولز وعايز يشتغل جرافيك ديزاينر. صح. لازم يبقى هو عارف امكانياته وعارف هو متارجت ايه. طبعا لازم يكون عنده تخيل هو قدام رايح فين، او ايه النكست مايلستون اللي هو عايز يتعلمها عشان يكبر جوه الماركتنج. بس لازم يكون عنده سيلف اويرنس. يعني ايه سيلف اويرنس؟ يعني هو عارف امكانياته وعارف البوتنشال اللي ممكن يروح له. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم يكون، مش عايز اقول كده بس هو ما ينفعش حد يكون انتروفيرت، يعني ما ينفعش حد يكون قافل على نفسه، لازم يكون حد اكسبوزد، بيعرف يتعامل مع الناس، بيعرف يتعامل مع الناس، كوميونيكيشن وتواصل كويس بالزبط. مع اللي حواليه. انا لو ما عنديش كوميونيكيشن سكيلز هوصل المعلومه بتاعتي ازاي؟ سبيشالي الماركتنج ده بيتعامل مع ستيك هولدرز كتير، بيتعامل مع ستيك هولدرز انترنال واكسترنال وايجنسيز وتيمز ثانيه وسبلايرز وادفرتايزنج ايجنسيز وبرودكشن هاوسز وديجيتال سبلايرز وانفلونسرز، بيتعامل مع كل الناس. فما ينفعش يبقى هو حد انتروفيرت يعني هي. وباي ذا واي دايما فهتلاقي في اي شركه هتلاقي تيم الماركتنج هو اكتر تيم صوته عالي واكتر تيم عنده انجيجمنت وفرفشه وضحك وبتاع. هي دي شخصيه الماركتير يعني شويه، فاهم قصدي؟ طيب ده بالنسبه للانترفيوز اوفرول. لو هو بيحضر نفسه لان هو يعمل انترفيو جوه ماني فيلز تحديدا في الماركتنج، ايه النصايح اللي انت تديها له؟ الموديل بتاع ماني فيلز جديد، مش ناس كتير قوي اوير بيه. فانا ما بحاولش ان انا ازنق حد في اسئله ليها علاقه بالبرودكت. هي كلها بتبقى اسئله جينيريك على لو حصل كده ممكن تتصرف ازاي، لو حصل طب انت ايه الفكره اللي انت، طب ايه اللي عجبك، طب ايه اللي ما عجبكش، طب انت شفت دي، طب انت مين براندز تانية عجبتك. لانه فكره ماني فيلز الموضوع قد يبدو من بره سهل، بس هو اداره الجمعيات دي مش حاجه سهله خالص، والا كان كل الناس عملتها. فالموضوع از فيري كومبليكيتد لانه في اوبريشنال هاسل كتيره وفي تكنولوجي بيهايند كبيره قوي. بس اجان زي ما بقول لك، لو حد بيبقى عايز بيقدم في انترفيو في ماني فيلز على ماركتنج بوزيشن، انا بحاول دايما اتاكد ان هو كلتشر فيت، لكن ان هو عنده المقومات الاساسيه ان هو يبقى ماركتير، من حته ان هو بيتشالنج نفسه، ثينكينج اوت اوف ذا بوكس، تيم بلاير، عنده جود كوميونيكيشن سكيلز، عنده استعداد يتعلم، عنده طموح، مش مجرد حد عايز يشتغل وخلاص لاجل الشغل، هو عايز يوصل لحاجه معينه. بس وانا شخصيا اي بليف ان كل بني ادم فيه سترينث معينه، هي اتس ماتر اوف ان انت تقدر توظف السترينث دي في ايه. محدش ما عندوش سترينث، اي حد عنده سترينث يقدر يوظفها في الحاجه اللي هو بيحبها. طب انا عايز اعرف منك حاليا ماني فيلز بتدي انترنشيبس للناس اللي انترستد انها تشتغل في الماركتنج؟ احنا بنبقى عندنا انترنشيب بروجرام يوجوالي بتبتدي في الصيف عشان تبقى الشباب لسه مخلصه جامعات موجود فيها ماركتنج. واحنا كمان بنحاول ان احنا اي انترن بيجي لنا بحاول as much as possible ان انا اخليه يلف على كل الديبارتمنتس في الماركتنج، لان هو ده بيبقى لسه بيكسبلور. فبيقعد مثلا اسبوعين براند، اسبوعين بيرفورمانس، اسبوعين ديزاين، اسبوعين CRM،
طب انا عايزه اعرف منك، لو النهارده في حد بيشفت الكارير بتاعه، شخص بيشتغل في مجال ما وهو بعد ما اشتغل في المجال ده باكتر من سنه اكتشف انه بيميل اكتر لانه يشتغل في الماركتينج، طبعا بيبقى عنده معلومات تبدو اكتر من حد لسه متخرج، ولكن هل في مساحه ان هو ياخد انترن او يبقى بشكل او باخر جزء من الماركتينج زيه زي حد فريش، ولا سنه هيبقى ده صعب؟ ما يعتبر بالنسبه لي فريش. هو سنه ده لسه بيكسبلور ولسه بيتعلم ولسه بيشوف الفانكشن اللي شغال فيها دي مريحاه ولا مش مريحاه، هو ده اللي كان بيحلم بيه ولا مش هو ده اللي كان بيحلم بيه، فيقدر طبعا يكسبلور. انا بشكرك جدا على الانترفيو يا احمد، ومبسوطه جدا ان انا صورت معاك. شكرا على كل المعلومات اللي النهارده انت اتكلمت عنها في الماركتينج. الناس ان شاء الله هتستفيد من اللي احنا قلناه. بس يا فادية، انا كمان مبسوط جدا ان انا صورت معاكم. شكرا ليك. انتهت حلقتنا النهارده في لانش بريك. لو عايز تعرف اكتر عن المجالات اللي احنا بنقدمها ممكن تعمل لنا سبسكرايب وفولو على البلاتفورمز المختلفه، هنحط كل اللينكس جوه الديسكربشن، وممكن تقول لنا ايه المجالات اللي تحب ان احنا نتكلم فيها الفتره اللي جايه. شكرا ليكم.